إذا أردت شيئا بشدة فأطلق سراحه، فإن عاد إليك فهو ملك لك إلى الأبد، وإن لم يعد إليك فهو لم يكن لك من البداية. أول مرة كنت سمعت فيها الجملة دي كانت في فيلم ظرف طارق، لكن الحقيقة ما فكرتش في الجملة دي هل هي صح هل هي غلط هل حقيقة هل مش حقيقة، لحد في يوم وأنا بقرأ في قصة سيدنا موسى لفتت نظري الآية اللي بتقول: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. اي انسان عاقل لما هيجي يشوف النص الاولاني من الجمله فاذا خفتي عليه هيقول ان اكيد ربنا هيقول لها ايه؟ احفظي عينيه خبيه، مش هيقول لها فالقيه. لكن الحقيقه ان ربنا قال لها فاذا خفتي عليه فالقيه. خايفه على ابنك وعايزه ابنك يرجع لي تاني، سيبهولي اتركيه في معياتي ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك. تيجي تشوف قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل اللي قعد كتير قوي يستناه من ربنا، ولما بلغ معه السعي وابنه إسماعيل كبر شوية كده قام ربنا أوحى لسيدنا إبراهيم إن هو يذبحه. راح سيدنا إبراهيم وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، ساعة ما سلم إرادته لربنا من غير ما يسأله ليه يا رب أنت عايزني أموت ابني؟ حاضر أنا هموته، انا هذبحه. ايه اللي حصل بعديها؟ ففديناه بذبح عظيم، رجع له ابنه تاني وما خدوش منه. تيجي تشوف قصه سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف لما في اول السوره اخوه سيدنا يوسف طلبوا من سيدنا يعقوب ان هو يروح معاهم، قال لهم ايه؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لا انا خايف ان انتوا تاخدوه والذئب ياكله. ايه اللي حصل؟ فعلا سيدنا يوسف راح وما جاش. تيجي في اخر السوره لما سيدنا يعقوب سلم الإرادة لله وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، رجع له تاني سيدنا يوسف هو أخوه. كل واحد فينا نفسه في حاجة. فكر مع نفسك كده كم حاجة كان نفسك فيها وفضلت تفكر وتتعب نفسك في التفكير والتعب وعدم النوم وسهر الليالي وبرضه الحاجة ما جاتش، وكم حاجة سبتها لربنا وجات لك الحاجة زي ما انت عايزها ويمكن أحسن كمان. سيب الحاجة لربنا، سيب كل حاجة انت عايزها لربنا. نفسك تتجوز ادعي ربنا، نفسك في شغلانه معينه وخايف لحسن تضيع منك ادعي ربنا، شفت طقم عجبك وما كانش معاك فلوس تشتريه ساعتها ادعي ربنا. كل حاجه انت عايزها ادعي فيها ربنا. سال الله حتى ملح طعامك. كل شويه قول جواك بيده مقاليد السماوات والارض، ربنا في ايده كل حاجه، قادر يجيب لي كل حاجه بكلمه كن فيكون. كل شوية قول لنفسك ألا إلى الله تصير الأمور، كل شوية قول لنفسك يدبر الأمر، كل شوية قول لنفسك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا حي قيوم، أنا بنام وبدعيله وبنسى الدعوة اللي أنا دعيتها لكن ربنا ما بينساهاش. اتركها تأتي كما كتبها الله لعلها تأتي كما تمناها قلبك. الحاجة اللي أنت عايزها سلمها لربنا هترجع لك زي ما أنت عايزها ويمكن أحسن. السلام عليكم.